السلام عليكم ورحمة الله. يعتبر مسلسل الدراما هو المسلسل الأكثر متابعة في الجزائر خلال الشهر الفضيل، وذلك بسبب السيناريو القوي واستقطاب المسلسل للعديد من نجوم الشاشة الجزائرية اللامعين مثل بيونة ومصطفى العريبي وغيرهم من النجوم المخضرمين. كما يضم المسلسل العديد من الوجوه الشابة والجديدة على المتابع الجزائري، أمثال الممثل الصاعد عمر قرمود، والذي يجسد دور رؤوف، والذي نجح في جذب انتباه الجمهور بسبب إتقانه للدور رغم صغر سنه. لكن المسلسل تعرض للعديد من ردود الفعل السلبية والانتقادات، وذلك لأنه يروج لتعاطي المخدرات بين الشباب وفق آراء منتقديه. كما ظهر في المسلسل مشهد أثار غضب الجمهور الجزائري، وذلك بسبب ظهور صورة لجدار يحتوي على عبارة ماك، وهو اسم أكبر حركة انفصالية في الجزائر. كما قام العديد من المتابعين بانتقاد العمل بسبب الممثلين الذين تم استدعائهم للتمثيل في المسلسل بسبب المقاطع السيئة التي ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تيك توك. ومع ذلك لا يزال المسلسل يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في الجزائر إلى حد الآن.